ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحه وبسعاده وسلام. النهارده فيديو جديد وحلقه جديده، والاهلي ومعركه ما قبل نهائي دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي اتحاد الكره حدد له مباريتين هياخدهم قبل نهائي دوري ابطال افريقيا. اول حاجه مباراه النادي الاهلي وطلائع الجيش اللي هتقام الليله الموافق يوم الجمعة 26/5/2023، والمباراة هتقام على ملعب النادي الأهلي. وفي حال فوز الأهلي هيبقى هو المسيطر على المركز الأول، وهو هيكون أقل فرقة لعبت مباريات، ومع ذلك هو سبيشال 1 في الدوري المصري. النهارده النادي الأهلي هيلاعب طلائع الجيش، ومباراة في الدوري الممتاز في دور الإياب. المباراة كانت انتهت في مباراة الذهاب بفوز الأهلي. النهارده ميعادنا الساعة 8، الأهلي وطلائع الجيش في فعاليات الدوري المصري. زي ما قلنا الأهلي بيعتلي الترتيب، وطلائع الجيش مهدد رسميا بالهبوط. هتكون مباراة عالية على أعلى مستوى. هل النهارده كولر هيريح لعيبة النادي الأهلي ولا هيجازف ويلعب بتشكيله كامله زي ما عمل لنا الماتش اللي فات؟ هل النادي الاهلي او كولر مدرب النادي الاهلي هيقرر ان هو يريح لعيبته عشان خاطر ما يتحطش في اصابات، او عشان خاطر ما يعرضش لعيبته للاصابات زي المباراه اللي فاتت؟ ما نعرفش ايه اللي هيحصل. هل كولر هيلاقي بدايل؟ في نفس الوقت كولر ما ينفعش ان هو يفرط في الثلاث نقط دول، لان احنا زي ما قلنا الثلاث نقط دول بيعني ان الاهلي رسميا متربع على دوري على صداره الدوري بفارق 11 نقطه عن اللي متزيل او المركز الثاني اللي هو نادي بيراميدز، والمركز الثالث اللي هو نادي فيوتشر. النهارده المباراه ولا امتع. القناه الناقله هتكون اون تايم سبورت 1 اتش دي، هي القناه الناقله للمباراه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. انتظرونا في فيديو جديد وحلقه جديده. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد من حلقتنا. ولو انت مهتم باخبار الرياضه يا ريت تعمل لايك وتشترك في القناه. سلام.